لو سألتك وقُلت لك مين أحسن في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح والّا إيدن هازارد؟ أكيد أنت عندك إجابة، سواء كانت إجابتك صلاح أو هازارد فكمّل معايا الحلقة للآخر وقُل لي، هل إجابتك هتتغيّر والّا هتفضل زي ما هي؟ إيدن هازارد واحد من أهم اللعيبة في تاريخ الدوري الإنجليزي، ومحمد صلاح لاعب مش محتاج كلام ولا شرح كتير، أرقامه وإنجازاته بيتكلموا عنه، ولكن السؤال دايمًا الجدلي، مين فيهم أفضل في البريمير ليج؟ واحد بالأرقام وواحد بالمتعة. وفي حلقة النهارده هنشوف مين فيهم أفضل، وهنعمل مقارنة ما بينهم، وعشان نعمل مقارنة ونشوف مين الأفضل فإحنا هنتكلم في 5 نقط مهمة، وكل نقطة هتبقى بدرجة، وال5 نقط هُم الأرقام، المتعة والمهارة، التأثير مع الفريق، الحسم في الماتشات الكبيرة، وآخر نقطة وهي الاستمرارية. فدلوقتي بقى هات خربوش الشاي بتاعك ويالّا بينا نبدأ، لكن قبل ما نبدأ ما تنساش إن أكبر دعم ممكن تقدّمه ليّا إنك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعّل زر الجرس، وكمان ما تنساش أنا مش باقدّم محتوى، أنا باقدّم حاجة أنا باحبها وباحب إن أنا أتكلّم فيها، ويالّا بينا نبدأ الحلقة ونشوف أول نقطة. نقطة رقم 1 وهي الأرقام، لغة الأرقام لغة ما فيهاش لا جدال ولا نقاش، محمد صلاح هداف تاريخي، أرقام تهديفية مرعبة ومواسم ثابتة وحاسم قدّام أي فريق. قدر إن هو يسجل في الدوري الإنجليزي لحد اللحظة اللي بيسجل فيها الحلقة 190 هدف، ويعمل كمان 92 أسيست، بمعدل مساهمات 282 هدف في 317 مباراة. هازارد أرقامه كانت أقل، لكنه دايمًا كان موجود بالصناعة والتمريرات والاختراقات. قدر إن هو يسجل في الدوري الإنجليزي 85 هدف، ويعمل كمان 54 أسيست، بإجمالي مساهمات 139 هدف. في 245 مباراة. فلو هنتكلم بلغة الأرقام فهنا صلاح يتفوق وبشكل كبير كمان. فأول نقطة تروح لمحمد صلاح. النقطة رقم 2 وهي المتعة والمهارة. وهنا بقى هازارد يدخل بقوة بصراحة. لمسة، مراوغة، اختراقات، مهارة كبيرة. لاعب كان ممتع جدا، الكرة في رجله كانت سحر. لاعب كان يجبرك انك تسيب الريموت كل اللي في ايدك وتتفرج عليه. لكن صلاح برضه كان عنده مهارة ومتعة، ولكنه كان أقل بصراحة. صلاح كان بيلعب بشكل مباشر أكتر على الجون، وهنا بصراحة النقطة دي يتفوّق فيها إيدن هازارد بشكل كبير على محمد صلاح، والنقطة دي تروح لهازارد. النقطة رقم 3 وهي التأثير مع الفريق. محمد صلاح كان هو محور ليفربول، الفريق كله بيتبني عليه هجوميًا، أهم لاعب في خط هجوم ليفربول، وقدر كمان إنه يبقى سبب في تتويج ليفربول بالعديد من البطولات، منها 2 دوري. هازارد تقدر بقى تقول إن هو كان تشيلسي نفسه، يعني تقدر تقول إن هازارد كان تشيلسي وتشيلسي كان هازارد. لاعب كان أهم لاعب في فريق تشيلسي، بس الفرق إن فريق ليفربول قدر إن هو يحقق العديد من البطولات. محمد صلاح كان سبب في تتويج ليفربول بالبطولات دي، وهنا بقى ييجي الفرق ما بين صلاح وهازارد. محمد صلاح كان مهم، وهازارد برضه كان مهم، لكن الفرق زي ما قُلت لك إن صلاح قدر إن هو يبقى سبب في تتويج ليفربول ببطولات كتيرة. فهنا بصراحة النقطة يبقى فيها تعادل، ولكن مع أفضلية بسيطة لمحمد صلاح على حساب هازارد. النقطة رقم 4 وهي الحسم في الماتشات الكبيرة، وزي ما قُلت لك في النقطة اللي فاتت إن محمد صلاح كان من أهم اللعيبة في محور ليفربول ومن أهم اللعيبة في الفريق كله، فبالتالي قدر إن هو يحسم ماتشات كتير وقدر إن هو يخلّي ليفربول يكسب مباريات كبيرة كانت صعبة وكانت فيها ضغط كبير. لكن هازارد في نفس الوقت كان بيقدر إن هو يحسم ماتشات كبيرة، ولكن مش دايمًا ومش بشكل كبير، في فترات بسيطة جدًا وفترات قصيرة كان حاسم في ماتشات كبيرة. فهنا بصراحة محمد صلاح يتفوق على إيدن هازارد، والنقطة تروح لمحمد صلاح. النقطة رقم 5 وهي الاستمرارية، وهنا نقطة برضه تقدر تقول إن هي ما فيهاش نقاش ولا جدال كتير. محمد صلاح قدر إن هو يستمر لسنين طويلة جدًا على نفس المستوى، مواسم كتير وهو من أهم اللاعيبة في فريق ليفربول. لاعب بقى بيتحط في مقارنة مع ميسي ورونالدو في النقطة دي، نقطة الاستمرارية. هازارد برضه كان عنده استمرارية، لكن ما قدرش إن هو يستمر لسنين طويلة، كان عنده استمرارية لفترة بسيطة جدًا، ما قدرش إنه يقعد سنين ويقدر إن هو يلعب مواسم كتير مع تشيلسي بنفس المستوى وبنفس القوة. فهنا بصراحة النقطة تروح لمحمد صلاح ويتفوق فيها بشكل كبير. فإحنا كده لو بنتكلم بالنقط صلاح يتفوق بشكل كبير على إيدن هازارد. لكن لو هتسألني عن رأيي الشخصي فهاقول لك إن إيدن هازارد واحد من أمتع اللعيبة اللي شافتهم عيني، وزي ما قُلت لك لعيب كان يجبرك إنك تتفرّج عليه، الكورة في رجله كان ليها طعم تاني، لعيب كان مهاري بشكل كبير جدًا، مراوغات واختراقات، سرعة، مهارة، كل حاجة كانت موجودة فيه، لكن قدر محمد صلاح إن هو يتفوّق
عن طريق الاستمرارية والأهداف، وكمان يقدر إن هو يحقق بطولات كبيرة مع نادي ليفربول. لكن في الآخر ده رأي شخصي. قُل لي أنت رأيك، مين فيهم الأفضل، محمد صلاح والّا إيدن هازارد؟ وقُل لي كمان تحب تشوف مين الحلقة الجاية في سلسلة مين أحسن. وما تنساش لو عجبتك الحلقة تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وده أكبر دعم ممكن تقدمه. وما تنساش برضه أنا مش باقدم محتوى، أنا باقدم حاجة باحبها وباحب إن أنا أتكلم فيها. وأشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية كتير، والسلام عليكم. Free audio post production by alphonic.com.